اللي كيطرح نفسه هو غياب برلمان الوداد الرياضي. يعني المنخرطين كان بلاغ قبل مقابله الديربي، يعني بلاغ يطالبون بجمع عام، يعني ليس بجمع، بجموع عامه. يعني هناك تاخر، كاين مشكل ما بين يعني المنخرطين ومن يسير الوداد الرياضي. اسامه، كيفاش كتشوف هذه العشوائيه في التسيير عند السي ناصر؟ هو قبل ما نجاوبك على السؤال بغيت نجاوب السي اسامه على قضيه الالقاب. الوداد الالقاب ماشي يلاه بدات كتربحهم مع الناصري. المشكل اللي كان عند الى اكرم ما كانش عنده في السنوات الاولى، كان تا هو جا مشى جوج فينال ديال كاس العرب، دا بطوله بعد غياب ديال شي 5 سنوات. من بعد المشكل في 4 سنوات الاخيره ديال عبد الاكرم هو انه كان عنده شنآن مع الجمهور، دخل في شنآن مباشر مع الجمهور. ولو ان الجمهور استمر حيت ديك الساعه الجمهور هنا عقلتو راه كان دار مقاطعه للدخول الملعب، بخصوص الفصيل ديال الوينرز. الفصيل ديال الوينرز مع سوء التسيير دائما كمركز عادل النصير هو بقى مستمر في تشجيع الفريق. يعني النقطه الاهم في الفوز ديال الالقاب من طبيعه الحال راه كاين لاعبين وكاين بزاف الحوايج ما نكروش كما قال ان الناصري ملي جاب مع الالقاب، ولكن ما نساوش ان راه دخل لحد الوداد دخل في 34 مشاركه في المنافسه، يلا دابنا 8 كان يعني اقل من 20% ديال النجاح هنا غير السؤال اللي خاصنا نطرحه، واش الم يكن من الممكن ان يكون هناك تطور اداري في تسيير الفريق؟ هذا التطور الاداري ممكن يجيب القاب اكثر، الحفاظ على الالقاب. مثلا اللي غتخدم مثلا غتجيب مستشارين مزيان، غتخدم مثلا الماركتينغ باش تسوق الاسم النادي، غادي يكون عندك مثلا مداخيل اكبر، غتجيب لاعبين في مستوى اكبر. ماشي نرجعوا للمستشارين وغنطرحوا السؤال المطروح ديال المستشار الاخير. المساله ديال الالقاب راه الناصري فعلا اللي جاب مع الالقاب مثلا ربح العصبه 2 مرات، ولكنه راه خسر مجموعه من الالقاب بسذاجه، نقولها بحال هكا بسذاجه تسييريه. علاش تجي؟ لان الوداد دائما رغم ان ديما الجمهور حاضر، ديما لاعبين في المستوى حاضرين، تيمشيو الى ابعد حد، ولكنهم كيخسروها. كيبان لك ان بواحد شويه ديال الحنكه التسييريه أن ممكن الوداد انه يربح القاب اكثر. والدليل هو هذا السنه هذه. مثلا لو ان عين مثلا مدرب، نعطيك غير بين قوسين، مثلا فاش كان بنزرتي مثلا في الاول ديال 2019 راه مشى ربح البطوله، مشى للفينال ديال راديس الشهير وخسر دوبي فينال بخطا تحكيمي ضد المغرب تطواني مثلا في كاس العرش، كان ممكن انه يحقق الثلاثيه ديك السنه. كذلك ملي عين ذاك العام الركراكي، مشى هذا العام الاول ملي عين الركراكي في شهر 6 مثلا، راه دا البطوله ودا العصبه وخسر نهائي كاس العرش بضربات الجزاء. يعني مشى مزيان. ملي كتكون الامور غادا مزيان كدار كما خاصها تكون دار، الفريق كيمشي مزيان. هذا العام راه ما يمكنش مثلا تبدا معطل على الاخرين مجموعه من الامور وفي الاخر ما يمكنش واحد اجتهد العام كامل وتجي انت واحد كسول. لا انا سولتك ماشي لا انا غير البرلمان ديال الوداد. من بعد جاء القضيه ديال قلتي الجمع العام، من بعد دابا هذا من بعد الاقصاء مع الرجاء في الكاس، صافي الامور ولات واضحه ان التسيير له هو سبب مباشر في هذه النكسات ديال هذه السنه هذه. والاجماع على الناصري بدا كيقل ماشي غير من طرف المنخرطين، من طرف الجمهور. حنا تنتكلموا على المنخرطين وحنا يعني كسؤال مطروح، اين هي البرلمان ديال الوداد الرياضي؟ ملي كنشوفوا مثلا المنخرطين ما كنعرفوش الاسماء ديالهم الا يعني ما كاينش مكتب، كاين تنعرفوا الوداد يساوي الناصري، وهذا خطا. حنا خصنا نشاركوا الجميع. يعني كيف يعقل ان مؤسسه الوداد الرياضي يعني بالانخراط ديالها بالسومه ديال الانخراط وهذا كينخرطوا وما كنجيو نشوفوا البرلمان ما كاينش شكون اللي يدافع على كاين قرار واحد ديال الناصر. وهنا كنشوفوا كنهضروا على انفراديه في اختيار القرارات، يعني كاين الارتجاليه في اختيار. غنطرحوا على الاداره التقنيه مثلا، هذا السؤال مطروح، ما كاينش اداره تقنيه. تفضل السي اسامه. دابا هذا الكلام اللي كتقول انت خويا يوسف ولا كيقول السي اسامه ياخذنا للهيكله، غير باش نرجع لواحد النقطه للمساله الكرويه. يعني ملي كتشوف ان الفريق
يعني كيوصل لهاد النتائج اللي كيحققها، يعني مساله كرويه. ما غاديش ندخل في مساله السيري. كتعرف كره القدم ماشي علم كباقي العلوم، يعني كره القدم فيها الحظ يمكن تربح، يعني يكون مثلا هذيك الكره اللي ضرب هذاك عبد المنعم كون زكلاش يعني وحقق الفريق لقب دوري ابطال افريقيا، ما كناش غنسمعوا ثاني هذوك يخرجوا يقولوا لنا احسن رئيس هو سعيد ناصيري، سكتوا راكم كتشوشوا عليه. ولكن بالعكس، فسعيد ناصيري يعني الى حقق دوري ابطال افريقيا ولا حقق هذوك الالقاب، تما فين حنا اصلا اننا خصنا ننتقدوا، تما فين وقت الانتقاد، تما فين ان تحقيق مطلب الهيكله. وهنا كياخذنا البرلمان الفريق. بالعكس برلمان الفريق غيابه بشكل غنقولوا شي بعتام، والاداره وما كايناش. كتسول على برلمان الفريق، اداره ديال فريق نادي الوداد الرياضي، شنو هي الوداد وما كايناش اداره، ما كايناش اداره. عاد واش غنسولوا على برلمان الفريق؟ هنا كيطرح. كنظن ان سعيد ناصيري المشكل الذي يعاني منه، وتبين انه ولو انه يبقى حتى 70 سنه، هو قال انا راه قالها في الخارجيه الاعلاميه الاخيره، انا هكا يعني انا بحال هكا. يعني الناس اللي كتقول جيبوا رئيس اللي غادي يشد فريق الوداد الرياضي، ما لقيتوش، راه انا بغيتوني نبقى، راه انا بحال هكا. فكنظن انه ما بغيتش نقول انه فريق الوداد الرياضي في هذا الوقت بالذات يصعب ايجاد يعني رئيس، خصوصا الفتره اللي تم التحديد ديالها. كنظن انه واجب انه يكون يعني جلسه يعني ما بين الرئيس، ما بين فعاليه نادي الوداد. كنقول فعاليه نادي الوداد الرياضي راه فيها جمهور، فيها الناس اللي محيطين فريق الوداد الرياضي، وانهم يدخلوا لي صح هذا المفهوم ديال الهيكله. بالهيكله باش غتزيد الوداد ولو يتم تحقيق الالقاب.